اهم خطوات راح تفيدك بامتحان الانجليزي. شوف طلاب، قبل كل شيء طبعا هاي الخطوات يعني كنت انا صراحه اسويها وحدي، ما اعرف انه احد غير مسويها او اكو طلاب تسوي هاي الطريقه، بس انا كنت يعني اسوي هالخطوات يعني، وصراحه قاعد اشوف عليها نتائج من انا اول متوسط لحد هاي اللحظه، قاعد اطبق هاي الخطوات وقاعد امشي عليها لانه قاعد الصراحه تجيب نتائج. فراح اعطيكم هاي الخطوات واتمنى ان تطبقون عليها. طبعا طلاب قبل كل شيء راح اعلمك طريقه شلون تقرا الانجليزي. انجليزي من تقرا، اول شغله بالانجليزي لازم تسويها انه لازم تقرا القواعد، بعدها تقرا التمارين، وبعدها تقرا قطع الكتاب، وبعدها تقرا الانشاء. يعني تبلش من القواعد وانت نازل، اول شيء تبلش بالقواعد كملتها، بعدين تروح على التمارين، تحل التمارين كل شيء يعني تتدرب عليهن، بعدها تروح على قطع الكتاب وتروح على الانشاء. هاي الطريقه كنت انا اسويها حتى ما تخبط عندي المعلومات، يعني اخذ القواعد واحد، واخذ التمارين واحد، واخذ القطع الكتاب والانشاء اخذهن واحد وابلش اقراهن. فشوف طلاب، هاي طبعا تعتبر خطوه. يعني اول شيء لازم ترتب يعني حسب الفهم مالك، حسب فهمك انت لازم ترتب، وطبعا انا اعتقد الكل يمشي على هذا النمط، الكل يعني فهمه على هذا النمط. فاول شغله هاي. شغله ثانيه طلاب، لما اجي اقرا مثلا القطع الكتاب، يعني شوف انت عندك شغلتين، يا اما تعرف الترجم، يا اما تقرا مثلا يعني السؤال وترى الجواب مالته. انا ما استخدم هالطرق، انا اخذ شيء بسيط من السؤال واعرف عليه يعني السؤال لما يجي حتى اخذ الجواب مالته. راح نجي على قطعه من قطع الكتاب راح اوضح لكم عليها انا شلون اقرا الاسئله مالتها وشلون اقدر اجاوب عليها يعني بكل سهوله. شوف طلاب، هاي قطعة السيارة، طبعا هاي الملزمة هواي نصحت بيها ونزلت أكثر من فيديو عليها ونشرتها بقناة تليجرام. قلت اللي يريد يضبط الإنجليزي وينجح بالإنجليزي خلي يجيب هاي الملزمة. اسمها ملزمة أستاذ صبري التميمي، خوش ملزمة ويعني موضح كل شيء بيها وشارح كل شيء بيها حسب نمط الوزاري. شوف طلاب، يعني إذا قاعد تباوعون وياي هاي الأسئلة الموجودة قدامك، هاي الأسئلة يعني الموجودة حاليا قدامك، هاي الأسئلة الموجودة حاليا قدامك أنا ما أقراها كلها يعني، ولا افتهم السؤال. طبعا اذا بديت الامتحان مثلا او انت شغلتك يعني توازت كلش، فما اقرا السؤال كله واقرا يعني الجواب ماله كله، لا. مثلا هو تعتبر يعني صح وخطا، اخذ يعني مثلا السؤال مثلا هاي نقطه، مثلا اخذ من نقطه واحده، يعني مثلا اخذ نقطه نقطه طلاب، اخذ نقطه نقطه واشوف لي بيها شيء مختلف، يعني كل نقطه اخذها واحد واشوف بيها شيء مختلف واحفظها. مثلا نقطه اولى مثلا يعني شفت يعني شيء بيها مختلف احفظها بقيها، نقطه ثانيه يعني اخذ منها اشياء مختلفه حتى بعد لما يجيك السؤال صح وخطا راسا راح تجاوب عليها حسب انت يعني فهمت. النقطه الاولى مثلا بيها كلمه مختلفه، النقطه الثانيه بيها كلمه مختلفه، فبهاي الطريقه يعني حاول تحفظهن. يعني الصراحه يعني طريقه كل شيء تفيد، انا جربت عليه من المتوسط لحد اللحظه. هي لازم تترجم وتحل القطعه، بس حاليا هذا الشيء ما يفيدك، لازم تاخذ هاي الطريقه، يعني انت مضطر على هاي الطريقه انه مثلا الاسئله تجي لنا 5 اسئله، تاخذ من كل سؤال شيء مختلف يعني كلمه مختلفه حتى تحدد هذا السؤال يا رقم ويا نقطه وتعرف تجاوبه. هاي الخطوه الثانيه طلاب، هاي الطريقه راح تقدر تحفظ القطع الكتاب. بالنسبه للمعاكسات او التعاريف هاي اشياء مهمه طلاب، يعني مثلا كل كلمه ومعاكسها شنو، مثلا كل كلمه وشنو مقابلها يعني عاكسها. هاي حاول يعني مثلا تاخذ كل كلمه وتاخذ المعاكسه مالتها. هاي الشغله. بالنسبه للتوصيلات طلاب نفس الحاله، كل كلمه يعني تاخذ شنو مقابلها شنو يقابلها. هاي بالنسبه للخطوات اللي قلت لك عليها. الشغله الثالثه واهم شيء بالانجليزي، واهم شيء تريد تضبط الانجليزي طلاب، اذا تريد تضبط الانجليزي يجيبون نص درجه النجاح، يعني نص الدرجه مالت النجاح ضبط اليونت الاول. والله العظيم اليونت الاول كلش مهم، حاول تركز عليه لانه بتعاريف بمعاكسات كل الاشياء المهمه موجوده باليونت الاول، فحاول تركز على اليونت الاول كلش لانه ترى مهم، هو وانشائه وقطع الكتاب مالته والتمارين وكل شيء بيه مهم. حاول تركز على اليونت الاول ترى مهم طلاب. ومرة طلع لكم الفيديو هاي خطوة طبعا لا تستخدمها مثلا، يعني احاول اقرا بالتسلسل حسب ما قلت لك القطع الكتاب مثل ما قلت لك، حاول تقراها طبعا طبق على الكل وما راح تشوف شيء صعب، ويا رب التوفيق والنجاح وان شاء الله اشوفكم من مرحلة الى مرحلة، وان شاء الله الامتحانات سهلة عليكم وانتم ابطال وراح تجاوبون بالامتحانات كلها. وشد حكم يا ابطال، تحياتي لكم، مع السلامة.